هذه المرثية مرسلة من دولة البحرين، كتب كلماتها حمزة صالح مصلح الورد، يعزي بها نفسه أولا ويعزي والده ووالدته وكل أخوانه في رحيل أخوهم الشهيد أسامة صالح مصلح الورد رحمة الله تغشاه، وكما يعزي زوجة الشهيد وأولاده إياد وألين ونبا. والقصيدة تحكي وتعبر بما فيها. أداء الشاعر أيمن هيسان. إلهي باسمك قال حمزة في العبر، على اوراق حزن خط قهره كاسير، كتب من دموعه هم وجراحه عاثر، كتب حزني فوق الحزن به النار والصعيد، وانا في وسط قربه بالاحزان والضجر، يجي همي فوق الهم على حالي المريض، مع الوقت وايام مصايب وذا القدر، نساير لواقعنا ونتحمل الكثير. أخي يا قطعة من النغس والنظر، توفى ومات الأخ وحزني عليك كبير. أخي يا شقيق اللحم والدم في ماجر، أخي نبضي كيف النبضي يوقفي الآخري، مع عش نتواصل الليالي في السهر، ولا يوم فلتني معي كان ليني، وفي السادسة والنص في يومي جا الخبر، يفجر براكينا مدامع كالمصاعير. وسامح شقيق الظهر يا وقت يا قدر، أخي ودع الدنيا تركني بها أسير. رحمة الله تخشاه. أسامة شقيق الظهر يا وقت يا قادر، أخي ودع الدنيا تركني بها أسير. أسامة قد استشهد حليتي يا باشا، رحيلك كسر قلبي ودونه نظري، فقدت الحياة والكون والنور والنظر، عدمت السعادة ذقت الأحزان والماري، تموت السعادة وانتهى ضيف القمر، خلاص الصلاة راحت مع خيفي الآخري، وذا يوم من قربه به الوقت قد غادر، أرسل تعازيمه من جروحي لكم تسير، أعزي أبي وأمي والأخوان والأسر، وعز اليمن كله وأرضي بذا المصير، أعزي إياد واخته أذي دمعه ماطر، ألين بعد أبوها فهمي معانه ما يصير، وأيضا نبأ يا قمر من عاش في الصغر، معاناة موت الأب ويتياتم الصغير، وندعي إله الكون لأخي جنة الثمر، تسكن أسامة بعين جنات من غدير، وتلهم جميع الأهل سواني من صبر، تعين الجميع بعد على قدار ذا المصير، وختم الجروح صلوا على النور يا بشر، محمد رسول الله وآله في الآخر.